بما ان احنا بقى في اخر الشهر والواحد محتار يعمل ايه على الغدا، قلت كده ايه اما ادور كده في الفريزر اشوف فيه ايه حاجة سهلة ممكن اقدر اعملها. رحت جاية عاملة بيتزا، لقيت عندي شوية لحمة معصجة، ولقيت عندي كمان شوية بسطرمة، ولقيت عندي لانشون بالزيتون. انا اصلا ما عنديش زيتون، فقلت خلاص هكفي نفسي واعمل باللي متوفر عندي واللي موجود عندي. فرحت جاية قايمة كده عجنة بيتزا. هاخد نصها كده والنص التاني هحطه في الفريزر لاي وقت زنقه عشان ما اقومش ان انا اعجن تاني. انا بحب اعمل كده كده جدا، هيوفر عليكم كتير قوي. انا هنا بدهن الصينيه كده، دهنتها شويه زيت ورحت جايه حاطه رشه من السميد اللي هو دي البسبوسه، رشه صغيره جدا بيخلي البيتزا من تحت حرفها بيبقى حلو جدا، وبتبقى لونها كده ذهبي واكنك جايباها من بره. حابه اقول لكم عملت العجينه ازاي، بس انا قلت اصور معاكم كده وانا بخبزها. المفرش ده يا جماعه حلو جدا جدا في اي عجين عندك، في اي خبيز بيسهل عليكي حاجات كتير قوي. خدت مقاس الصينيه كده ورحت جايه خبزه صينيه البيتزا على قد الصينيه بتاعتي. هروح جايه بقى حطها في الصينيه، ونروح جايين حاطين عليها الكاتشب بتاعنا اللي هي صلصه البيتزا. انا حطيت كاتشب على شويه من الصلصه، على ملح وفلفل وشوية زعتر وشوية من البصل البودر وشوية من الثوم البودر. دي أسهل طريقة برضو لصلصة البيتزا، بس أهم حاجة نشوكها كده بالشوكة عشان خاطر ما تتنفخش معانا في الفرن وتحس ان هي عيش فينو. اوكي، وبعدين بقى هروح جايه موزعين صلصه البيتزا كده، وهرش بقى شويه كده من الجبنه الموتزاريلا، بس مش كتير في الاول لاني لسه هحط تاني. وبعدين هروح جايه حاطه الحشوه بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها. طبعا انا ما كنتش مشغله الرينج لايت، كنت حاسه ان الاضاءه مش ظاهره قوي. بس ما كنتش هصور بصراحه، بس قلت كده ايه اصورها معاكم عشان خاطر لو اي حد كده حابب يقوم يعمل بيتزا يتشجع، او اي حد مش عارف يعمل غدا ايه النهارده يقوم يعجن كده صينيه بيتزا، هتوفر عليه حاجات كتير جدا. هنحط بقى الحشوه بتاعتنا كده، لحمه مفرومه وبسطرمه وكمان عندي لانشون بالزيتون. هنوزعها بس كويس. بما ان كمان ان انا ما كانش عندي غير جبنه موتزاريلا، البيتزا بتبقى عايزه مشكل كده جبن تركي على شيدر على موتزاريلا او جبنه مشلله عشان خاطر تطلع معاكي بمطه وتبقى حلوه جدا. كان عندي شويه جبنه موتزاريلا كده برضو في الفريزر، رحت جايه حاطه عليهم كده معلقه لبن، وكمان هروح جايه بقى مقلبه الجبنه مع اللبن كويس. التركه دي بتخلي الجبنه بتاعتك طريه شويه وبيبقى فيها مطه. هوزع بقى الجبنه كلها على وش الصينيه واروح جايه مدخلاها الفرن واوريها لكم تاني بعد ما تطلع من الفرن.